السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان والاخوات، كنتمنى تكون في احسن احوال. غبنا عليكم واحد الغيبه طويله الاخوان، ولكن ما جيناش بيدينا خاوين. مرحبا اللي جا وجاب. اولا كنتمنى بان هذا الشهر يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو يا ربي، واخا جبناها معطله، ولكن ما كاين باس الاخوان الا نجبد لكم واحد الشخصيه اللي هي محبوبه عند الجماهير المغربيه او الشعب المغربي. كل اللي كيطلب به غير هضر غير هضر، غير قول لنا شنو السبب شنو كاين. يعني الاخوان هاد الشخصيه هذه اللي هي مطلوبه عند المغاربه بزاف، واللي هو السي عزيز اخنوش اللي غيكون معنا اول ضيف ديال هاد السلسله اللي غادي تكون معنا مطوله بزاف، وربما حتى السي عزيز باقي غيكون عندنا ضيف على بزاف المرات. كنت جالس الاخوان طاحت لي واحد الفكره وقلت علاش ما نجيبش واحد السلسله اللي تكون يعني عن الطلب ديال الشعب المغربي، ولقيتها 100% ناجحه الاخوان، بلا ما نبقاو سادين فمنا ونتكلموا ونقولوا مرحبا السي عزيز اخنوش. اولا السي عزيز، احنا فين كنعيشوا؟ احنا كمغاربه فين كنعيشوا؟ كنعيشوا في واحد العالم اللي هو متقلب وصعيب، واللي الكونديسيون ديالو صعاب. والسؤال ديالنا الثاني السي عزيز اخنوش، اشنو السبب ديال غلاء الاسعار؟ هادشي كنحاولوا نفهموا دائما المواطنين بانه هاد الاغلبيه ديال هاد الاسعار اللي جاو مرتفعين هما مستوردين. يعني هنا السي عزيز اخنوش بغيتي تقول لنا بان جميع المواد اللي غاليه في المنتجات المغربيه فانها مستورده. هادشي اللي غنفهموا حنايا. شكرا سيدي، كنتمناو انك تمشي معنا يعني تجاوبنا بكل صراحه. بيني وبينك السي عزيز، هاد الغلا شنو السبب ديالو؟ شنو السبب؟ واش حنا كشعب اولا المنتوجات اولا الشتاء اولا الفيضانات اولا الجفاف اولا الحكومات اللي فاتوا؟ ايه بيني وبينك يعني الزيت ولا جميع المواد اللي يمكن نتكلموا عليها بانها غلاء مستورد. بغيتي تقول لنا بانه السبب ديال هذا الشيء هذا ديال الغلاء المستورد بانه سببه الحكومه اللي فاتت اللي هي السي سعد العثماني وعبد الله بالكيران اللي عدلوا التنميه، وانتم لا علاقه لكم بهذا الشيء. انتم غير وردتوه، انتم ما درتوا والو في الوزارات اللي كنتم متابعين ليها، وزاره الصيد البحري ووزاره الفلاحه. هادشي ما عندكم علاقه انتم غير. هادشي اللي فهمت انا، هادشي اللي قلت. سي عزيز، السؤال الموالي ثاني اللي غنطرحوا عليكم واللي غيسمعونا الناس كاملين، اشنو كتبذلوا من جهود ديالكم؟ وشنو هما الحوايج اللي باقي ما زدتوش فيهم وباقيين غتزيدوا فيهم؟ اليوم الطحين ما تزادش. طحين الخبز اليوم بدرهم و20. يعني حتى الدقيق دابا اللي عندنا الفارينه وعندنا الشعير وهادشي اللي كيتزرع هنايا حتى هو مستورد. هادشي اللي بغينا نفهموا، هادشي اللي فهمت، هادشي اللي قلت انا السي عزيز. يعني هما غيخالفوناش الناس في الكومونتيرات، راه ما غيخالفوناش الراي ديالك، متفق معاك. السؤال موالي السي عزيز، كيفاش قضيه البوطه اللي دايره 40 درهم وكانت غدير، كنا كنسمعوا غدير 150 درهم ولا 130 درهم ولا 140 درهم، كيفاش القضيه ديالها السي عزيز؟ وكنتمنى بانك تجاوبنا بشفافيه. الغاز بقات في 40 درهم، كانت خصها تمشي ل 140 درهم. دابا من هادشي كامل السي عزيز بغيتي تقول لي بانك حافظتي على جيوب الناس اللي لاباسين عليهم، حيت لانهم النسبه اللي كتستافد من داك البوطه الكبيره هما اصحاب الفيرمات، اصحاب القصور، اصحاب الفيلات، اصحابهم منهم حتى نتوما من اصحاب ديال الاصحاب ديالهم. يعني حنايا راه عندنا بوطه كضرب لك في الشهر ديال 4000 ريال، ما عندناش الكرامه. المشكل بانك باش غتنقص علينا من الحاجه وتزيد علينا في حوايج اخرين اللي هما مهمين اهم من البوطه. هادشي اللي فهمت انا، ما عرفتش. المهم ممكن نكون انا غلط. ممكن ندوز للسؤال الموالي السي عزيز اخنوش. سي عزيز، شنو هي الحاجه اللي نسيتوها باقا ما دازتش، يعني باقا ما دوزتوش وتزيدوا فيها تغليوها، ويعني سلتت لكم بين يديكم بالنسبه يعني المواطن مستافد منها؟ شنو هي الحاجه السي عزيز؟ هي الالكتريسيتي، هي الضوء. يعني الكهرباء، يعني ما زدناش فيه الكهرباء لحد اليوم، ما زدناش في الكهرباء. يعني السي عزيز بيني وبينك حتى الضوء تا هو خصو يتزاد فيه، ياك؟ والماء هادشي تا هو خصو يتزاد فيه حيت كاين الجفاف. هادشي اللي قلت انا. سي عزيز، السؤال الموالي اللي غادي نطرحه عليك واللي هو يعني من اهم الاشياء اللي كنتكلموا عليها حنا كمغاربه دابا كشعب فقير متوسط، والطبقه الكادحه والطبقه اللي ما عندهاش والطبقه اللي كتخدم نهار وكتريح شهرين، اللي هي الاثمنه. السي عزيز، راه بالنسبه للاثمنه راه كاينين شي اثمنه راه خياليه، راه كاينين شي حويجات اللي خياليين في الثمن ديالهم، واش ما غتنقصوش منهم؟ كل ما كنحاولوا نتعاونوا مع المواطن ونعملوا داكشي اللي خصو يدار باش الاثمنه هذا كنعملوا، ولكن كاين هاد الاكزارسيس عنده الحدود ديالو. ولكن السي عزيز راه كاين منهم بزاف د الحوايج، كاين من كمطيشه حنايا اللي كنصدروها، كاين منهم كبطاطا حنا اللي كنصدروه، كاين حنا بلاد فلاحيه السي عزيز اخنوش، ما غنتسناوش غنستوردوا واحد الميكروب ولا ما عرفت بقر ولا ما عرفتش شنو هو داكشي اللي وجهه يعني ما تعبرش عليه في الراحه، ما ترتاحش ليه انت. هذاك الشيء ما غترتاحش ليه اللي غدوزوا للمغاربه ياكلوا. واش حنا بلاد فلاحيه ان نوضوا نستوردوا هذاك الشيء ما يدخلش للخاطر؟ راه نبقاو ضحكا للعالم كامل، راه العالم كامل غتبقى تتكلم علينا تقول لنا هذيك البلاد الفلاحيه راه استوردت بقر قريب يموت في البرازيل، راه حنا اللي خاصنا نعطيهم.
على داك العجول اللي عندنا وداك يعني الدعم اللي كنتو كتعطيوهم فينا هو، ولا كتعطيو غير صحاب الفيرمات الكبار والناس الفقراء ما عندكم ما ديروا بهم؟ كنعالجوا، خلينا بانه يمكن نستوردوا شي بعض يعني اللحوم. واحد السؤال تا هو اللي بقى محيرنا، كتقولوا بانكم كتعاونوا صحاب الترونسبورتور، يعني الناس اللي كتنقل الخضره، الناس اللي كتجيب خضره، ولكن واحد الدري ولا الدرب عندنا عندهم شي تريبورتورات الساعه قال لك راه ما خدينا والو، شي هوندا شي داك الله سيدي ما خدينا شي حاجه، ما عرفتش واش هادشي كيتفرغ غير عند باك صاحبي ولا شي حاجه. المهم انا قلت انت تعرف احسن مني السي عزيز، تفضل. 5 المليار ديال الدرهم كنعاونوهم بالنسبه لهذه الاثمنه ديال المواد البتروليه اللي كترتفع. انا بالنسبه لي هذه اولويه باش يبقاو الاثمنه مستقرين في الترونسبورتور، وغادي نبقاو غاديين فيها ان شاء الله حتى نشوفوا كيفاش هذا الشيء الامور غادي تكمل.